نزلنا الشارع وسالنا الناس ايه رايكم في الراجل اللي بياخد راي مراته في كل كبيره وصغيره. تعالوا نشوف في الحلقه النهارده اجابات غير متوقعه. هو في واحد بياخد رأي مراته وفي واحد ما بيعرفش يعمل غير رأي مراته. وكنت باخد رأي مراتي، يعني مين اللي يسيب المصروف؟ مين اللي ايه؟ اللي يسيب المصروف، يعني انا اديها مصروف ولا انزل اجيب الاكل؟ انا بتخانق من السوق فبسيب لها المصروف. هو انا والله شايفه لو هو الراجل حكيم هياخد رايها في كل حاجه، بس هيقبله هو الراي الاخير. والله هو الامر شورى بينهم، ربنا قال كده، بس في حاجات لازم انت تتحكم فيها. انا وزوجتي مثلا ممكن اقعد اخد رايها ونطلع بحل فنوصل لموضوع بس في الاول وفي الاخر برضه رايي انا اللي بيمشي. طب والله اقول لك، هو انا دلوقتي مراتي دي وزيره التخطيط مثلا ولا وزيره هي زويل مثلا؟ تاخد رايها في ايه بقى؟ في الكوسه، في اللوبيا، في الحاجات دي. انما اخد رايها مثلا ان انا راح اعمل شغل. كان في مثل زمان يقول لك شورة الست لو صدقت تخرب البيت سنه. هو ده اللي بياخد رأي مراته ده وبيقعدوا يتناقشوا يستفيدوا من بعض، ده اسميه راجل محترم، راجل كويس. انا طالما الامور دي بتخص بيتي وبتخص حياتي ما فيش اي مانع، ما هتعاون، ما احنا كلنا في شركه مع بعض. اذا اردت التنفيذ هم اللي بينفذوا. خدت بالك؟ وانت تقول الرأي وهم لو عايزين ينفذوا هينفذوا برضه. طب قول لي يعني ده حاجه كويسه ولا حاجه وحشه ان انا اخد راي مراتي في كل يا كبيره عم خد راي مراتك في كل حاجه. لا هو انت مثلا دلوقتي بس تاخدش راي مراتك وانت رايح مثلا مع اصحابك، خليك سيطره ما تبقاش حنفي. اللي بياخد رأي مراته ده لو الرأي في الصالح والاتنين واصلين لنفس الموضوع والرأي ده صالح للبيت او ليهم، ماشي، ده راجل كويس جدا. اسمه ايه بقى؟ هنسميه ايه؟ نسميه راجل المحترم. راجل وخلاص، هو راجل. باذن حضرتك ما تبلورش الموضوع وتلبسنا السلطانيه، عشان السلطانيه مش بتاعتنا. انا نجم ولا مشهور، انت بتقول ده راي مراتي. انا ان شاء ما شاء الله الحمد لله متجوز وعندي 5 عيال، وعندي كياره كده صغيره بجيب لها اجزاء. ممكن اخد راي مراتي في الاجزاء، اجيب لها اجزاء ولا كبد وقوانص. انما مش هاخد راي مراتي مثلا وانا رايح اعمل صفقه بمليون جنيه مثلا. ما ينفعش حد يبقى ليه الاحتكار للراي او الكلام دوت. طالما هو الراي دوت هو خد رايي، انا لو شايفه الرأي ده حكيم هاخد بيه، الرأي دوت فيه كده أو كده، فأنا كراجل حكيم لا مش هينفع. هل فرض على الزوجة العاملة إنها تساعد في البيت في المصاريف؟ هو مش هنتكلم في حته فرض او مش فرض، هو هيبقى تعاون ما بينهم وخلاص. ادام هي ارتضت نفسها انها تنزل، اكيد هتاثر في البيت، هتاثر في الاولاد، ووقتها برضو لزوجها واولادها هتاثر معاه، فلازم تشارك. لا هو مش فرض طبعا، مش فرض، بس هو بيبقى الموضوع يعني الموضوع بيبقى احساس، وبعدين الراجل بيبقى نفسه. يعني ممكن اقول لك حاجه، انا ممكن ساعات يجي وقت ببقى لو مثلا زوجتي جابت حاجه في البيت ببقى ممتعض منها جدا ومتضايق، وممكن تبص تلاقيني لازم اجيب حاجه اعلي عليها ولازم مش عارف ايه علشان يبقى الموضوع ماشي. اجيب لها مثلا ميك اب، ريشه شو، جلابيه للواد، بامبرز للبيت، عادي. انما تساعد ايه يعني؟ تصرف على جوزها؟ والله لو بتساعد ده من اصلها الطيب، ما بتساعدش انا عارف ان النفقه على الزوج يعني. هو شرعا مش فرض، بس انا شايفه ان احنا في الظروف الاجتماعيه ديت اي واحده بتنزل بتشتغل عشان تساعد بيتها وعيالها. لما يبقى في زوجه عامله ما ينفعش هي تحس ان زوجها بقى والله ده قاعد في البيت عشان انا شغاله وانا بشتغل وانا بصرف عليه، والست لو علي الحته دي، لو علي شأنها في الحته دي بتدوس على الراجل، ومفيش ست يا باشا بتدوس على الراجل وترجع تنزل تاني. بس انا بحس ان في رجاله بتستعبط الايام دي، يعني لو لقى مراته بتشتغل هو يستعبط يروح يقعد على القهوه، يقعد في البيت. يقعد في البيت. لا ما احبش كده. انما مثلا مرتبه ده اسمه راجل ايه بقى اللي بيقعد في البيت ومراته تشتغل؟ ده راجل سنتيح. معلش انا بتكلم بلدي، ده اسمه السنتيح. سنتيح؟ وهتقول لي يعني ايه سنتيح؟ مرادفها فرتيح، معرفش. يعني احنا كناس عاديين مثلا، انا عمري ما هنزل اشتغل الا لو البيت محتاج ان انا اشتغل، فبالتالي مش هبخل على بيتي وعيالي. يعني حتى لو انا في بيني وبينه اي حاجه، دول عيالي، مش معقوله هيبقى معايا حاجه وهمنعها عنهم يعني. انما كفرض او راي او انت لازم غصب عنك، يبقى خلاص بلاها الشغل احسن بقى. انا ما اعرفش اصلا مراتي بتقبض كام، اقسم بالله، وهي هتشوف الكلام ده. انا ما اعرفش مراتي بتقبض كام. بس كل الموضوع ان احنا بندور كاسره صغيره نعيش كويس بس مش اكتر، فلا هاجي عليك ولا هتيجي عليا، والدنيا تمشي وحاجه تبقى جميله يعني.